تمام. معايا كمان اللي هي بتاعه محامي الموبايل وتوابل جديده زي ما انتم شايفين برضو. ده الشكل الجديد للتوابل ده عندي جدا. انا عندي واحده مشترياها لوحدها. ده طقم كامل ب55 جنيه بالقعده بتاعته. تمام. للملح والشطه والبهارات. ده بصراحه عرض ممتاز. انا جايبه الواحده بس صغيره كده ب10 جنيه. فبالنسبه لده هو بيديك 4 صغيرين و4 كبار. وكمان في منه 4 صغيرين بس. تمام. عامل 25. اشكاله كلها والوانه. في كمان المقلايه دي موجوده معايا. ده منظم ادوات. ده منظم للادوات. منظم ادوات السيليكون والمطبخ والكلام ده، الزيت والكلام ده. تمام. ومعايا هنا كمان علب التخزين وقوالب التلج والصفايه بتاعت غسيل الاطباق حامل المناديل. وطبعا الحاجات اللي كانت نازله جديد دي كان ليها رجه ساعتها من قريب يعني. ده بيتحط برضو كزينه في المطبخ. انا بصراحه بحط فيه ورق زبده وبحط فيه بطاطس للاطفال. شكله حلو وجميل. اتفرجوا بقى معايا على التشكيله الجديده اللي منزلها سنتر لورد. ودي مسفة معالق وشوك. يعني هنا معالق، شوك، سكاكين، مغارف، صواني. ودي كمان مسفة اطباق. بصوا الصينيه دي حلوه قوي. يعني لو في عيد في حاجه ممكن برضو نغسلها كويس، ننقي لون كويس منها ويتحط فيها كحك، بسكويت، بيتيفور. هتبقى لذيذه قوي وحلوه قوي. طبعا اللي منور الحلقه النهارده رهف النور كله النهارده. تعالي يا رهف قولي لهم ده ايه. رهف عسل. كمان معانا باسكت. ده باسكت. ده ايه يا رهف؟ باسكت. ايوه. حطي فيه بطاطس ونحط فيه مشابك. ايوه ايوه مشابك اهو. ايوه. ورضوان كمان هيوريكم مصفى كده سيليكون. دي مصفى يعني بنغسلها عادي. بصوا كده دي مصفى سيليكون بتنزل كده يا رضوان. وريها لهم. تنزل كده. بصوا ده قمع مش مصفى. ده قمع احجام معينه. تمام. 3 احجام مع بعض. ده قمع جديد. بصوا قمع تركي. تمام. تعالوا بقى نشوف الحاجات اللي نزلت هنا. بصوا ده حكايه قوي اللي هو الخزان بتاع البقوليات. ده خزان المكرونه يا جماعه. 4 عين. كل عين بتشيل كيلو. كل عين بتشيل كيلو. بصوا هو ضخم مش صغير يعني. كل عين بتشيل كيلو زي ما انتم شايفين. وكمان بتاعه المناديل دي في اشكال تانية منها. علب التخزين. طبعا مفيش ست يعني في بيتها ما بتحبش توفر المساحه. بصوا يا جماعه بالنسبه للرجاله اللي هتشوف الحلقه احب اقول لكم ان الست روحها في النظام، وان هي تخلي الحاجه كل حاجه في مكانها، او كل حاجه ليها مكان صغير، بحيث ان لو هي شقتها صغيره زي حالاتي فبتحب ان هي تخزن الحاجات مثلا في علب في التلاجة، علب في المطبخ، فبتحب النظام. فبالنسبه لنا احنا كستات بنحب الحاجات دي ونعشقها ونحبها دايما. التجديد بتاعها كل ما هو جديد بنحب نطلع عليه. يعني حتى لو مش هتشتري هي بتحب تتفرج على الحاجة دي سواء عن اونلاين او على اليوتيوب او في الشارع. فالستات غلابة والله حلمهم ايه؟ حلمهم مثلا طقم زي ده كده بتاع تسالي، بتاع مهلبية. الطقم ده عامل كام؟ عامل 20 جنيه بس. شايفين الجمال الشياكة؟ تمام. فبالنسبه لنا احنا كستات او ربات بيوت، تعالى من هنا، ستات او ربات بيوت احنا بنحب الحاجات دي. ده بص ده بتاع كيك. ده بلاستيك بس بلاستيك نوع كويس. 3 علب دول معاه كمان. يعني حاجه جميله. تمام. فاحنا بالنسبه لنا بنحب نطلع على الحاجات الجديده دي. ليه؟ عشان استخدام المساحات مش اكتر يعني. اول حاجه النظام، وتاني حاجة نوفر في المساحة عندنا. تمام.
بالنسبه برضو الشقق الواسعه برضو بتحب النظام، كل ست بتحب تنظم مطبخها، ده شيء اساسي، النظام فيه شيء اساسي. بصوا كده ده الجديد برضو، الخزان اللي هو علبه التربو الجديده دي. بصوا هي طالعه بكيرف كده، تمام زي اللي انا وريتها لكم، بس ده على اكبر شويه، دي عامله 27 جنيه بس، 27 جنيه بلاش والله. دي العلب اللي اول ما طلعت التركي اللي عملت رجه في شوارع مصر وفي الاسواق المصريه، والبياعين بقوا يبيعوا ويشتروا فينا بسبب العلبه الملونه دي. بالنسبه للعلبه دي علبه حراريه كويسه جدا، بتحفظ الاكل، تمام. دي ب30 جنيه، تمام. يعني علبه حراريه ايه، في بلاستيك ما يصلحش ان انت تحطي فيه اكل، بلاستيك ما يصلحش ان انت تحطي فيه اكل. وفي بلاستيك تاني بيحفظ الاكل سواء في التلاجة او هو سخن. ففي حاجات معينة ما تشتريش وتهدري فلوسك وخلاص، قبل ما تشتري خدي جولة وتسوقي كويس في الحاجة اللي عايزة تشتريها، عشان تبقي عارفة انت بتشتري ايه، ما تضريش نفسك، مش شراء وخلاص. ده حامل توابل زي ما انتم شايفين، وده حامل فواكه. المصفى كمان زي ما انتم شايفين اهو. الله، شايفين الصينيه دي؟ لا والله حلوه، مش لسه بقول لكم الست مننا بتحلم بس بحاجات بسيطه، والله حاجه خيال يعني. دي بكام؟ ب23 جنيه، تمام. احنا احلامنا والله كستات بيوت يعني احلام بسيطه جدا. دي المقشره، دي مقشرة عاملة كام؟ عاملة 15 جنيه. بصوا والله العظيم الخامة بتاعتها يعني حلو، استانلس، والايد بتاعتها البلاستيك اللي هو مش البلاستيك بلاستيك، لا بصوا مش بلاستيك، انا مش عارفة اوصفها، هي جلد كده، بلاستيك جلد، تمام. بصوا شايفين الشكل، الفتاحة، فتحات، كل دي فتحات، دي بكام؟ ب35 جنيه، تمام. تعالوا بقى شوفوا المشابك، العرايس فين الحلوين؟ شايفه ستات البيوت، انا بصراحه ما بحبش المشابك اللي هي الخشب، انا بحب المشابك اللي هي البلاستيك دي، تبقى شكلها لطيف وجميله. بصوا بقى اللي هو الشكل الجديد الحديد ده، بصوا شكلها حلو قوي، عجباني قوي. مش عارفه بكام بصراحه، انا مش عارفه بكام، دي 8 جنيه. عندكم ده ب7 جنيه ونص، ده خرامة عجين، خرامة عجين كده خد. وبتاعت ايس كريم دي برضو ب35. بس رهف عاملة ايه؟ بتعملي ايه رهف؟ بتاعت الايس كريم. تعالوا بقى الجنب التاني، خلينا بقى بنبطل دلع شوية، يلا نخش في التصوير. تعالوا ندخل نشوف التربوهات او التربو. في بصوا يا جماعة، التربو في منه خامات، التربو بالذات نصيحة من دينا ما تسترخصيش، التربو ما تسترخصيش فيه. انت عايزة حاجة تعيش معاكي كويس، خدي ده، يعني هاتي من اللي يكون البلاستيك بتاعه بيتفك ويتركب ده انا عايش معايا بقاله 9 سنين اهو، جايباه 9 سنين. التربو ده حلو قوي. هاتي البلاستيك المتين، ما تجيبيش البلاستيك الخفيف اللي زي كده اللي يبقى رفيع، ده بيتكسر بكل سهوله. لو انت هتحطي، بصي هو نفسه شارح لك، بيقولك ده بيتحط فيه حاجات خفيفه للاطفال، يعني مثلا فوط اطفال، لعب اطفال، دباديب كده. لكن لو هتجيبي تربو يتحط فيه بصل وخيار وخس وزي ما انت شايفه كده، تمام. ده هاتي البلاستيك المتين، شوفي البلاستيك كده تقيل وحلو هاتيه. تعالوا بقى نشوف الباسكت كمان، برضو نصيحة مني ما تسترخصيش، هاتي البلاستيك اللي هو اللي زي ده كده، اللي يبقى تقيل، ما تجيبيش اللي هو الخفيف، ما تقوليش هي حاجة وخلاص هدخل بيها، لا، ادخلي بحاجة واحدة، ما تجيبيش كذا حاجة مع بعض نفس الوظيفة يعني، لا هاتي تربو، ما تجيبيش تربو تربو تربو، لا انت هاتي تربو واحد او 2 تربو مثلا لو انت شقتك واسعة، تمام. هاتي 2 وابتدي ان انت، او واحد، وابتدي ان انت اعملي واحد للخزين وواحد للخضار زي ما انت شايفة كده، تمام. بس هاتي الحاجة المتينة،
ما تسترخصيش في التربو، عشان التربو ما تجيش تندمي لو اتكسر او وقع معاكي، يعني هتزعلي. كمان معايا هنا الجردل اللي مكسر الدنيا، اللي هو الاتنين عين التركي ده، على فكرة حلو جدا، بيوفر معاكي وقت، المساحة بتاعته كويسة. معايا طقم العروسة طبعا، اللي هو بيدخلوا بيه بتاع الحمام وبتاع الغسيل، طبعا ده يعني لازم يكون متوفر في كل بيت، وممكن ما في بيوت ما بتجيبهاش. بصوا كده الباسكت السبارة ده جميل قوي وشكله حلو جدا كلاسيك. ده كل ده كده اشكال الباسكت الحديثة، وده طقم العروسة اللي انا بقول عليه، ودي الخامة اللي انا بقول عليها، جيبوها خامة متينة. بصوا كده يعني الخامة بتاعتها تقيلة، حاولي تجيبي الخامة دي، ما تجيبيش الخامة اللي هي الخفيفة شوية هتتعبي منها. طبعا الشفاشة او الحاجات اللي احنا من الاناء دوت اللي بنستخدمه في رمضان، حلو جدا الكريستال، بس مش عملي قوي، لكن هو حلو على السفرة. يعني انت لو هتعملي حاجة عملية هاتي من ده وصبي في ده لو هتحطي على السفرة في ضيوف، فهمتيني؟ يعني احنا هنستخدم اناء نستخدمه ان احنا نعمل فيه، واناء نحطه على السفرة ندلق فيه بعد ما نعمل من ده نحط في ده مثلا، هيبقى شكله لطيف. ولو انت هتستخدمي اناء واحد تقدري تحوزي عليه. طبعا كل دي كده الباسكت الجديد اللي نازل بتاع المطابخ، وكل دي الاطباق ان انت ممكن تستخدميها. تمام اهو. دي كده اشكال المصافي او المصفى اللي طالعه جديده اهو، كل دي اشكال مصافي. المصفى دي على فكره تركي حلوه جدا، خامتها تقيله، انصح يعني الناس لو هتستخدمي مصفى للخضار او للفاكهه دي كويسه جدا. ما تجيبيش اللي هي الرفيع ده، خليكي في ده، خليكي في التقيل. تمام، عشان انتوا سألتوني عن الجودة والخامة. وكمان معايا هنا الستاند اللي هو الاتنين حامل للمطبخ، اللي انتي بترصي عليه مثلا التوابل او بتعلقيه في الحيطة، فهو ستاند زي كده وبيتحط كده الاتنين عليه، وفي 3 دور منه، وفي كمان الستاند الاخير. وكمان معايا هنا المكانس والجاروف. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. اي اسئلة عايزينها وما تنسوناش في التعليق. كل اصحاب القنوات اللي عايز يشارك الحلقة دي يتفضل ياخدها مشاركة. هعيد تاني على العنوان. حلوة قوي دي، ما جبناهاش، جميلة جدا. بكام دي؟ على فكرة حافظة المية كويس جدا، ب 149 جنيه. الخامة بتاعتها جميلة، بتتفتح من فوق. ما تنسوناش ان انتوا تفتكرونا في التعليق كويس، اللايك. هعيد تاني على العنوان: سنتر لورد، شارع طلعت حرب الرئيسي، امبابة، قدام شركة الصلاة. السلام عليكم.